بتلاقينا. أنا أسعد. الحقيقة الفكرة متعلقة بالثقافة، ثقافة المجتمع تجاه أصحاب المهن والحرف اليدوية. في كثير من الأحيان في كل البلدان المتقدمة عارفين أن هذه المهن والحرف بتبنى عليها المجتمعات ولهم دور هام جدا. في مصر الموضوع مختلف، ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في مصر الموضوع مختلف لأن للأسف الشديد من ساعة ما دخل عندنا ثقافة اللفندي بتاعت زمان أيام العثمانيين، واحنا عندنا الافندي هو اللي بيقعد على مكتب وبيلبس الطربوش، هو اللي بيعمل الاعمال الكتابيه والحسابيه وما شابه ذلك، البشكاتب، الحاجات دي كلها كانت بتاخد نوع من انواع العنجهيه والمنجهه بالنسبه للشعب المصري. اصحاب الحرف والمهن بقت تنظر لهم النظره الدنيا، احنا بننظر لهم نظره متدنيه للاسف الشديد. هم من طبقه بتختلف عن طبقه باقي الشعب المتعلم المثقف، فعشان كده ابتدت النظرة كل مادة الورث او الارث اللي احنا واخدينه من زمان بدل ما يتغير الى الافضل افضل يتفاقم لحد ما بقى اسوأ. للأسف الشديد ان المجتمع كله بينظر لاصحاب المهن والحرف نظرة ان هم دون المستوى. بالرغم من انك لو سألتي اي حد احتياجك ليهم بنسبة كام، محدش هيقول 85% ولا 90%، الناس هتقول 100%. لو حد الحنفية عنده باظت بس هيعرف قيمة انه يجد شخص صاحب مهنة وحرفة، انه شخص سباك، انه شخص نجار، انه شخص في هذه المهن اللي انا شايفها مهن راقية الحقيقة، لانه بره تتعاملي مع الموضوع بشكل مختلف جدا. تأكيدا لكلام حضرتك ان انا في بعض المنشآت والشركات بكون محتاجة لمهندس، بجد مئات من المهندسين بيقدموا السيفيهات وبيجوا يعملوا ابلكيشن ومقابلات شخصية علشان يحصلوا على الوظيفة، لكن في شرط ان انا لو محتاجة عامل صيانة او مشرف صيانة او ميكانيكي او براد او لحام، كل هذه المهن بجد صعوبة شديدة جدا في ان احصل على واحد منها، وبكون محدده له راتب اعلى بكتير من راتب المهندس، وعلى الرغم من ذلك بجد صعوبة في الحصول عليه. الفكرة بقى الصعوبة دي متمثلة في انه هؤلاء الاشخاص اصحاب هذه المهن والحرف قدرتهم على تسويق نفسهم، قدرتهم على انهم يعني يجاروا العصر، قدرتهم على انهم يكتبوا سي في، فلما تيجي تبحثي عن سي في لهذا الشخص مش هتلاقيه. ليه بقى؟ لان احنا دايما الربط عندنا ما بين المهن وبين عدم التعليم. احنا ما عندناش المدارس الصناعية، ما عندناش التعليم العالي المهتم بالحرف. احنا عندنا تعليم للأسف الشديد زي مثلا كلية تجارة، آداب، حقوق، بتخرج مئات الألوف من خريجيها كل عام وليس لهم مجال في العمل. طب بدل ما اخرج كل الالافات اللي ملهاش شغل، ليه ما عنديش كليات متخصصة في التعليم المهني والحرفي؟ يبقى انا النهاردة عالجته بطريقة تانية، عالجت ثقافة المجتمع بطريقة تانية، بدل ما اربط ما بين صاحب الحرفة دي او المهنة دي وما بين انه جاهل وغير متعلم، طب ما انا اخليه متعلم، ما اديله شهادة ولكن في حرفته ومهنته، يبقى احنا كده عالجنا الناحيتين. عاوز انتقل لجزء اخر من الموضوع، وهو ان اصحاب هذه المهن والحرف في بعض الاحيان بيتصفوا بالفهلوه، ما بيبقاش عندهم القدرة على العمل بالفعل، مش كلهم متميزين في عملهم، ولما يصلح حنفية تبوظ 5 مرات لان هو مش متمرس. انا يعني حاضر عندي فكرة السباك على سبيل المثال، عشان كل البيوت بتحتاجها بالظبط، هنتقي لباقي المهن، لكن في بعض الاحيان ما بيبقاش جيد لدرجة كبيرة، فالناس بقى عندها اعتقاد انه كل هؤلاء الاشخاص بيتعاملوا بهذا المنطق، منطق الفهلوه، وهم مش صنايعيه بحق زي ما بيقال، وبالتالي الثقافه دي ناتجه عن هذه النظره لهذا الموقف بالتحديد. ولانهم متسلقين، لانهم مش اصحاب حرف او مهن متأصلة فيهم، ولكن هم النهاردة علشان ما لقوش وظائف او ما قدروش يشتغلوا في اي حاجة، فابتدوا يتعلموها تعليم سطحي وليس تعليم اساسي او موضوعي، وقد يكون ناتج من سوء الضمير، ودي بقى موجودة في جميع الحرف، مش هقول حرف ومهن بس، ده سوء الضمير موجود في جميع التخصصات يعني. فممكن يكون بيعملها نوع من انواع انه يتكسب دائما من الحاجة اللي هو بيسيبها فيها خطأ. ولما تيجي تتعاملي معاهم يعني في كبريات الشركات، لما يجي يقيم سعر الساعة الخاصة بهذا الشخص، تجدي انه بره سعره متدني جدا مقارنة بمصر. القصة مش في انه قد ايه السعر، القصة في عدد ساعات العمل. بره بيشتغل ال8 ساعات 8 ساعات، هنا ال8 ساعات بيشتغل منهم ساعة. بس دول بقى مش اصحاب الحرف عشان ما نظلمهمش،
ده هو العاملين في مصر مم. بجميع التخصصات. انا فعلا الموظف المصري حتى اللي بيعمل اعمال كتابيه وحسابيه وما شابه ذلك بيشتغل ساعه من ال8 ساعات فعلي. ودي حقيقه ودي احصائيه عالميه يعني. المشكله متعلقه بيهم شخصيا ولا متعلقه بارباب العمل، متعلقه بقانون العمل؟ مفيش حد يقدر يحكمهم ويخرج من ال8 ساعات دول 7 ساعات على الاقل. 20 سبب. اولهم مفيش في بعض الاعمال القياده الحاسمه العاقله الواعيه، يعني مفيش قيادات. احنا عندنا في اعمال كتير جدا مفيش قيادات. بتدخل بعض المصالح الحكوميه، مش هقدر اقول القطاع الخاص والانترناشونال لان ده بيبقى شويه مؤهل للقصه دي ومظبوط عنده. ولو انهم برضو لما تيجي تساليهم يقول لك اصله سلوك المصريين كده فانا بتعامل معاه، يعني انا ما اقدرش اجي اضغط عليه لدرجه انه ينفر من العمل وما يؤديليش اللي انا عاوزه. فبالتالي فكره انه ال8 ساعات دول ما اقدرش اخدهم كاملين في مصر، لكن اقدر اخدهم من نفس العامل المصري بره 8 ساعات كاملين. السبب ان احنا فصلنا العلاقه ما بين الموارد البشريه والتنميه البشريه. معلش انا هبعد شويه وحته صغيره ولكنها بتخدم نفس ذات الموضوع طبعا. ان المورد البشري اللي انا بستعمله، وانا يؤسفني اقول الجمله دي، بستعمله داخل المنشاه، بستعمله كاداه وليس كبشر. لكن ما بقدرش اراعي التنميه البشريه داخل سلوك هذا الموظف. الموظف ما بيقدرش ينفصل عن حياته العامه كامله والاسريه وحياته العلميه او العمليه. للاسف الشديد هو كل ده مصبوب عنده في بوتقه واحده. فهل انا نظرت للموظف مشاكله، الحاجات اللي بيقابلها، سلبيات في حياته، حاجات جوه مجال العمل مؤهله انه يبقى قاعد بيشتغل في راحه نفسيه ولا لا؟ انا مظبط له الدنيا دي كلها من ناحيه المعنويات والسلوكيات ولا لا؟ علشان اقدر اخد منه ساعات عمل. لكن هو ليس آلة. يعني انت لو دخلت بعض المصالح والمنشآت الحكوميه هتلاقي ان بعض المكاتب اللي قاعدين فيها الموظفين غير صالحه للاستخدام الادمي. فازاي تقدر تاخد منه 8 ساعات في ظل زحمه جدا، عدد الموظفين مش كافي لانتاج الخدمات للناس اللي موجوده، المكان مش مؤهل، المكاتب غير منظمه مش نظيفه، مفيش حتى مروحه زي بتاعت زمان، بلاش تكييف. كل الكلام ده مش مؤهل ان الموظف يديك ال8 ساعات بجديه. هل ده اللي بيخلي العامل المصري لما يسافر بره مصر بيجيد ويبقى ليه قيمه وسعر وينتج طبعا؟ عشان في ربط ما بين انتاجه كمان واللي بيكسبه. احنا عندنا برضو الجزئيه دي، لا احنا عندنا اللي بيشتغل بيقبض اخر الشهر، مجرد ان اسمي اتكتب في كشوف الموظفين فانا هقبض. اشتغلت ما اشتغلتش انا هقبض. مفيش ربط ما بين الانتاج، ما بين الكفاءه، ما بين التقييم، وما بين القبض اللي انا بقبضه. حتى كله سواسيه. عشان كده دايما تلاحظ في العامل المصري انه بيقول لك كلمه يعني متدرجه جدا عندنا، لا ومش كده وبس، اللي على قد فلوسهم دي يمكن شويه، يقول لك اللي بيعمل زي اللي ما بيعملش، لانه مش شايف نتيجه، لدرجه انه دايما يقول ده زميلي ما بيعملش ربع اللي انا بعمله وخد نزل في كشوف المكافآت زيي وخد حوافز زيي وقبض زيي اخر الشهر، طب انا تعب نفسي ليه؟ فدي جزئيه صعبه جدا، مفيش ربط. الحقيقه يعني بننتقد في كثير من الاحيان سلوك المصريين، الا انه نفس هؤلاء الاشخاص عندما يؤخذوا من مصر ويوضعوا في اي مكان في العالم بيطبقوا القانون، بيلتزموا، شكلهم مختلف، حياتهم مختلفه كل الاختلاف. يبقى العيب مش في الاشخاص الحقيقه، تطبيق القانون. احنا عندنا قوانين على فكره وكتير جدا، ولكن هناك تكاسل وتقاطع في تطبيق هذا القانون للاسف الشديد. خلينا ننتقل للفكره دي، ازاي بقى نغيرها؟ ازاي نظره المجتمع تتغير؟ ازاي تخليهم يعترفوا؟ لان هم عارفين ضمنيا لكن مش معترفين صراحه بقيمه الاشخاص اللي بيعملوا في هذه المهن. اولا في حاجات كتير جدا قد نراها بسيطة لأبعد الحدود ولكنها بتؤثر ان احنا ما بنلاقيش الحرفيين او المهنيين دول او الناس بتبتعد عن العمل الحرفي. نظرة المجتمع ودي ناقشناها من شوية. حاجة تانية مهمة قوي، تخيل ان ابسط الشباب اللي شاغلهم مثلا ان انا ازاي هروح اتقدم لفتاة للزواج اقول لها انا بشتغل ايه؟ يعني دي حاجة التانية اولادي في المدارس، انا لو حبيت ادخل اولادي مدرسة انترناشونال هقول لهم بابا سباك ولا جزمجي ولا ميكانيكي ولا حداد ولا براد. احنا في مدارس عندنا بتمنع الاولاد من دخولها لما يمتهنوا هذه المهن. هي نظره مجتمعيه شامله ومش نظره وبس، بقت ماشيه على اسس وقوانين والكل ملتزم بيها. فالنهارده منين انا اقول له ده ومجتمعه اللي هو عايش فيه ما بيكنلوش نفس الاحترام والقيمه. فلازم انا احسسه بقيمته داخل مجتمعه عشان هو نفسه يحس بقيمته.
ما انا برضه عايز اعرف يعني اصل حضرتك بتتكلمي عن المدارس الانترناشونال، مش هنبقى طبقيين، لكن هنتكلم في انه علشان الولد يبقى في مدرسه انترناشونال لازم اهله يبقوا مثقفين متعلمين بيجيدوا لغات اجنبيه عشان يقدروا يساعدوه. ما هو هؤلاء اصبحت الاشخاص تفصل هنا بقى. احنا كده فصلنا. اصبحنا طبقات. ما انا الاول قلت يبقى طبقيين، لكن ما انا بتكلم بس ازاي ممكن يساعد ابنه وهو بلا مؤهل، بلا امكانيات على انه يدرس له، زوجته مش قادره. هو فكره الانترفيو الامكانيات الماديه تقدر تساعد. طب ما بتتكلمش على المادي. حضرتك تمتلك الثقافه والعلم والمعرفه. هل كل الاباء اللي عندهم الثقافه والعلم والمعرفه وخريجي جامعات وخريجي ماجستير ودكتوراه عندهم من الوقت الكافي لرعايه ابنائهم؟ اكيد لا. بالظبط. فاحنا هنا احنا فصلناهم طبقات بدون البحث في بواطن الامور. وانا مش بتكلم عن المدرسه بصفه معينه، ولكن دي جزئيه، دي جزئيه هي بتاثر في نفسيه هؤلاء الاشخاص جدا. بعض المهن اللي بيمتهنها الابناء فيما بعد بينظروا الى مهنه الاب، زي مثلا لو حب يدخل المدرسه العسكريه، حب يدخل الشرطه وما شابه ذلك. اصبح كل حاجه النهارده بنرهنها ان الاب الحرفي له طبقه معينه في الشعب، وبعد كده اقول له لازم تمتهن الحرفه عشان لها قيمه. فما نزعلش النهارده ان الاقتصاد القومي بيتاثر. هؤلاء الاشخاص لما بيفكروا يتعلموا، لما البعض منهم قرر انه يلتحق بالجامعه المفتوح، الناس ابتدت تقول طب ده سباك راح يتعلم حقوق ليه؟ طب ده نجار رايح يتعلم تجاره ليه؟ نحلها ازاي؟ نحلها ازاي؟ يبقى نقول نفس اللي قلناه، وهو ده الحل الوحيد قدام مجتمعنا، غير ان انا احارب النظره المجتمعيه، ان اعمل كليات وجامعات يمتهنوا فيها ويتعلموا فيها نفس ذات الحرفه. يبقى بياخد ثقافات عامه وبياخد علم ومعرفه وبيرتقي بسلوكه وبعقله وبادراكه، وفي نفس الوقت بيدرس نفس ذات مهنته. يبقى هنا انا خرجت بكالوريوس وخرجت ليسانس، ولكن بيمتهنوا مهنه الحرفيه اللي احنا عايزين نشتغلها في مصر. في بعض الاحيان خريجي هذه المدارس لا يضاهوا نصف عامل من العمال الحقيقيين اللي موجودين، اللي بيعملوا بايديهم، اللي اكتسبوا الخبره العمليه، وبالتالي برضو دي مفارقه من المفارقات اللي فيها مشكله. هقول لك على حاجه، في بعض الشباب في الجامعات بيبقى عايز يحسن دخله، وده انا بحترمه جدا جدا طبعا. ما بيرتكنش ويتكل على المصروف بتاع الاب والام، فبيشتغل في بعض المهن في فتره الصيف او في فتره الدراسه في الجامعه، على الرغم انه بيدرس في كليه تانية خالص، وبعدين لما يبتدي يتخرج من الكليه يبقى كل همه طبعا انه يشتغل في نفس الكليه اللي هو اتخرج منها، فبيبتدي يبقى بين شقين او بين شقي الراحه يعني. انا النهارده اتعلمت المهنه دي كويس قوي في فتره الاجازه او في التدريب او ما شابه ذلك، وانا اتخرجت من كليه تجاره او حقوق او اداب، طب اشتغل بدي ولا بدي؟ لو انا بقى عندي نفس التخصص ده له كليه او له تعليم متوسط او له ما شابه ذلك، طبعا الشاب النهارده هيتعلم الحاجات دي وفي نفس الوقت هيشتغل بيها. يعني الجزئيتين انا هساعده فيهم. طب هقول لك على حاجه، مش في عندنا كان زمان في مدرسه النصر للسيارات في مدرسه جوه المصنع؟ كانوا الشباب بيتعلموا ميكانيكا السيارات، تدريب وتعليم ومدرسه، وبتخرج يعني اكفأ الشباب اللي بيشتغلوا في ذات المجال، وكانوا بيسافروا للخارج، كانوا بيسافروا المانيا وايطاليا واماكن كتير في العالم، هم اللي كانوا بيصنعوا السيارات بايديهم من مدرسه مصريه. فين المدارس الصناعيه دي في مصر؟ خلينا نقف يا دكتور عند النقطه دي، خلينا نروح نشوف تقارير، نشوف راي الناس في اصحاب هذه المهن والحرف، ونرجع نسمع تعقيب حضرتك عليه. مشاهدينا الكرام خليكم معانا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. هو قله ثقافه، يعني مفيش وعي. الحرفي دوت لو بصيت في بيتك المفروض معمول بحرف، نجارة، سباكة، بياض. احنا محتاجين، ما نقدرش نستغنى عنهم، ولازم ندربهم، ولازم يبقى عندهم حرفة صح، وما يبقاش طماعين. يعني الحرفة دي انقرضت، والسبب ليه؟ ان الشباب دلوقتي نظرة المجتمع للحرفي نظرة ساقطة، وده غلط. موضوع التوك توك ده لما جه خلى الاولاد النهارده اللي هم بيخشوا مساعدين كدوكو سيارات، ككهرباء سيارات، كميكانيكي سيارات، كسمكار سيارات، ما عادش فيه الحاجات دي. وتبص تلاقي الولد من دول يجري على التوك توك، بيقعد يتعلم سواقه التوك توك، بيجي اخر النهار يروح ب 20 جنيه ب 25 جنيه وما بيتعلمش صنعه. احنا النهارده بنشتكي، لا بنلاقي حد يفتح الدكان الصبحيه، ولا بنلاقي حد يجهز عده، ولا بنلاقي حد يعمل اي حاجه.
النهارده عايزين صبي، احنا مش عارفين نجيب صبي النهارده. انا بايدي النهارده اروح اجيب مفك من الدرج واروح دي بعطل العميل بتاعي كده، انا بعطله. انت دلوقتي خلاص بقت كل حاجه بقت عباره عن آلة، فالنهارده صعب جدا انك ترجع بالعصر القديم تاني عشان تستخدم الحاجه اليدويه، الا لو هي حاجه مميزه جدا، وده صعب ان انت تلاقيه دلوقتي. فاعتقد ان يعني الحرفه اليدويه هي مش اتقدمت ولا هتتقدم، هي بتنقرض. يعني هي اعتقد هي بتنقرض طبقا للتطور اللي بتمر بيه الدنيا كلها، مش البلد هنا بس، مش مصر بس، طبقا للتطور اللي بيحصل دوت. في الحرفه اليدويه اصلا خلاص يعني خلاص بتندثر، مش مساله ان هي اتقدمت او ما اتقدمتش، هي المساله مش هتفرق كتير في تقديمها او في اللي تقدم. انت النهارده التطور اللي بيوصلك لمراحل اعلى واعلى بيخليك تستغنى عن حاجات. النهارده العربيه اللي كانت بتدور بمرشدين وتدور بالاولاني والثاني، النهارده بقى عندك 5 سرعات وعندك 6 سرعات، مش هترجع للقديم تاني، صعب قوي. احنا شعب اتعود على الاستيراد، ما بيعتمدش على الصناعه اليدويه، ما بيعتمدش اساسا على الصناعه المحليه. ودي حته ترجع لان المصانع نفسها والناس اللي هنا ما ادتش للناس الثقه ان هي زي بلاد بره، ان هي تديهم الثقه ان هم يقتنعوا بالصناعه المحليه يعني. برحب بكم مشاهدينا، رجعنا لكم مره ثانيه بعد ما شفنا التقرير. دكتور، شفتي التقرير ازاي؟ ايه اهم النقاط اللي لفتت نظر حضرتك؟ اولا هم فعلا كلهم بيجمعوا على ان النظره المجتمعيه هي اللي بتاثر في الحرف، وبيقولوا ان في بعض المهن اخذت الشباب من الحرف. زي مثلا احد المواطنين قال سواقه التوك توك. مش بس التوك توك على فكره، انا فعلا لاحظت ان السواقه بوجه عام اصبح النهارده الشاب علشان يتخرج من الجامعه مش لاقي شغل، ابسط الطرق ليه لو معاه مقدم عربيه او اي حاجه بيجيبها بيشتغل فيها في اي شركه او بيشتغل على تاكسي او وات ايفر، هو بيستسهل انه يعمل اي حاجه فيها ابداع او ابتكار او حرفيه، هو بيشتغل اقصر الطرق للحصول على المال. فدي فعلا حاجه هي بتحارب الحرفيه، وليها قواعد واسس وفيها الناس المفروض يبقوا محترفين، ولكن ولو الناس كلها اشتغلتها هتبقى صعبه جدا يعني. في حاجه تانية في موضوع الحرف قالها بعض المواطنين، ان الحرف المصريه المفروض ان هي بتضاهي الحرف العالميه، ولكن عندنا احنا نقطه او عقده الخواجه، يعني الحاجات اللي بتيجي مصدره من الخارج احنا مجرد انها مصنعه في بلد غير مصر فاحنا اقتنائها بيبقى نوع من انواع المنجهه يعني. ولكن عايزه اقول حاجه، لو الواحد لقى نفس الجوده ونفس التعامل في كل حاجه وصناعه مصريه، اكيد محدش هيفكر في انه يعني يقتني حاجه، لكن لما تلاقي الموضوع مختلف بقى لازم يعني طبعا هميل الى الخارج. لكن في نقطه مهمه جدا، الحرفيين اللي في منطقه مثلا الحسين وما شابه ذلك اللي بيعملوا الصدف والخزف والارابيسك والعمليه اليدويه والحاجات ديت، عندهم مشكله كبيره جدا جدا. يعني انا اتكلمت معاهم وعرفت قد ايه ان المشكله دي فعلا لازم المجتمع كله يساهم فيها والحكومه تساهم فيها. الناس دي بعد المشاكل اللي في السياحه اللي بتحصل وعدم وجود وارد من خارج مصر يقدر انه يروج او يشتري البضاعه دي، هم عندهم مشكله التسويق لانفسهم، ما عندهمش سوق، ما عندهمش مكان يقدروا يعرضوا فيه بضاعتهم يكون في مستوى منفتح اكتر من جزئيه او شارع معين. ويكفي انه يبقى صانع ماهر، مش لازم يبقى مسوق جيد، دي مش شغلته الحقيقه. فاحنا لو الحكومه قدرت توفر او القائمين على الاعمال دي قدروا يوفروا حاجتين، التسويق الداخلي والتسويق الخارجي كمان. احنا عندنا منتجات غايه في الروعه، الاجانب كانوا بيجوا لها مخصوص لغايه مصر، طب احنا ليه ما نوديها لهمش لغايه عندهم؟ ايه اللي هيحصل؟ بس انا عاوز حضرتك عن المجال ده ان هم ليه ما بيطوروش من نفسهم؟ يعني ليه ما بيواكبوش العصر فيما يفعلون؟ ليه لسه بيعملوا حاجات يعني تشوفيها تحس انها قديمه وما اتطورتش من 20 30 50 سنه؟ دي حاجات خلي بالك ان يعني. في حاجات معينه تطويرها يقضي على تراثها وجمالها. يعني في بعض الاشياء او الحاجات المقتنيات اليدويه دي هي جمالها في انها قديمه، جمالها في انها طراز قديم، الناس حباها وهي كده. ولكن الناس دي يعني في بعض الابناء كانوا يمتهنوا مهنه الاباء في الحرف دي. دلوقتي الاب مش عايز يعلم ابنه الحرفه لان هو عارف ان اندثرت دلوقتي وملهاش سوق، وانا ماليا مش قادر اتكسب منها زي زمان، فمش ممكن كمان هعلم ابنائي وانا مش عارف اسوق لنفسي او ابيع بضاعتي، فبتبتدي تنتهي بالظبط كده. لكن زمان كان في عائلات بالكامل مشهوره انها بتمتهن المهنه دي او الحرفه دي، وكان لها كل احترام وتقدير في مصر. بس انا عاوز انتقل لما ننتقل لبعض الاماكن، دمياط مثلا
كلهم ما زالوا بيعملوا، طوروا من نفسهم، ما بقوش يعني مش هتلاقي الناس لسه بتدق مسامير، لا ابتدت تطور هذه المهنه وبقوا اكثر تطورا وبقى عندهم اجهزه ومصانع يعني صغيره في محلاتهم. هو ده قصدي من الفكره، انه ما زالوا بيعملوا في نفس الحرفه لكن بشكل مختلف، بحاجات تواكب العصر. لان انا مش هروح اشتري مثلا اوضه نوم زي اوضه نوم كانت من 50 سنه والسرير ما اعرفش عامل ازاي، لا في حاجات متطوره. ما زالت المهنه موجوده لكن الاشخاص نفسهم طوروا من نفسهم. لان الحرفه بتختلف عن حرفه اخرى. يعني في حرفه ما اقدرش استغنى عنها، في مهنه ما اقدرش استغنى عنها. زي ما حضرتك لسه كنت بتقول وارد الى ذهني السباك لان انا بحتاجه كتير، ميكانيكي السياره بتاعتي انا بحتاجه كتير، النجار اللي في دمياط انا لازم هشتري موبيليا ساعه الزواج او ساعه تجديد الموبيليا بتاعتي، يعني حاجه لها اهميه. لكن في بعض الحرف زي مثلا السجاد اليدوي مش لازم كل بيت يبقى فيه سجاد يدوي، يعني انا ممكن استغنى عنه. فلو انا ما قدرتش الاقي للناس دي في الحرفه دي تسويق وسوق وتصدير، هم هيموتوا ويندثروا، وفعلا مش حد يورث المهنه دي. يعني حضرتك بتتحدثي عن الميكانيكي. الميكانيكي زمان كان بيتعامل في سيارات مش الكترونيه، معظم السيارات دلوقتي اختلفت. اذا ما كانش عنده قدره وعنده اجهزه قياس مش هيواكب لا التوكيل ولا هيشتغل ولا هيقدر يتعامل مع السيارات دي اصلا، لان هي بقت التكنولوجيا فيها متقدمه. هي دي فكره التطور برضه يعني اللي المفروض هم يسعوا ان هم يتعلموا، ما بيوقفوش عند فكره ان هو ميكانيكي شاطر. ميكانيكي شاطر كان في زمن اخر لازم يطور من نفسه. هو يقدر يعمل ده ازاي؟ هو ده السؤال. وهو اي شخص في الدنيا في اي مهنه سواء حرفيه او غير حرفيه هو لازم يطور من نفسه. يعني احنا مثلا احنا جيلنا كان ايام التعليم ما كانش فيه الكمبيوتر. لو احنا فضلنا واقفين الى هذا الحد ما كانش ينفع طبعا. فالشخص في وقت معين لازم هو نفسه يسعى الى تطوير ذاته في اي مهنه بيمتهنها مش الحرفيه فقط. ما هو يطور نفسه ازاي برضه يا دكتور؟ هي دي الفكره. يجب ان يجد اماكن تساعده في ده، اماكن تعيد تاهيله مره اماكن أخرى. تدريبيه بالظبط. والتدريب هنا مهم لجميع الوظائف وجميع الاعمار وجميع الحرف. يعني التدريب بيعمل نوع من انواع التطوير والثبات على الابداع وتطويره الى مستوى ارقى منه. يعني التدريب ده شيء مهم جدا. الصين اثبتت احنا دلوقتي كنا بنتريق على اي حاجه نقول ده صيني. الصيني ده ارخص سعرا واكثر جوده ويقدروا يسوقوا لنفسهم. بس هي الفكره ان هم بيساعدوا الناس يا دكتور بلا مقابل. الدوله بتدرب كل الناس. وغير تدريب، ده التدريب شرط اساسي طبعا في اي مؤسسه عندهم. اثبتوا ان الجنيه اللي بيتصرف في التدريب قصاده 1000 جنيه ناتج وعائد. لكن احنا عندنا ما زال بعض المنشآت والمصانع والشركات حتى كمان القطاع الخاص في الجزئية دي بيجهلوا أهمية التدريب وبيعتقدوا ان مال ضائع ووقت مهدور. بس احنا عندنا برضو قناعة متعلقة بانه القطاع الخاص لما بيدرب ناس وهم يجدوا انفسهم تطوروا وتغيروا بيشوفوا مكان احسن ويسيبوا المكان اللي هم اتدربوا فيه. فالبعض بقى بيتحدث واسف في اللفظ شراء العبد ولا تربيته. بقت المصانع بتبحث عن اشخاص جاهزين ما عندهاش استعداد انها تدرب. حتى القطاع الخاص الثقافه دي كمان بقت منتشره فخلت لا ده عايز يدرب ولا ده عايز يتدرب واحنا بندور في عجله الحقيقه مش عارفين نهايتها ايه. ما هو المنشآت اللي بتدرب ما عندهاش ثقافه جذب المورد البشري. انا دربتك وصرفت عليك، ازاي انت بعد ما اصبحت ثروه بالنسبه لي، لان المورد البشري في اي منشاه هو ثروتها الحقيقيه وليس المورد المالي. فانت ثروه بالنسبه لي، طب انا لازم احافظ عليك بعد ما دربتك. احافظ عليك ازاي؟ ابقى قوه جاذبه ليك. قوه جاذبه ليك ازاي؟ بالمعامله والبنفيتس والمميزات. وان انت دربتك النهارده، طب هل في سلم وظيفي؟ هل رقيتك؟ هل عليت من المرتب بتاعك مثلا؟ هل اديت لك منصب اشرافي؟ هل خليتك تدرب انت كمان اللي تحت ايدك؟ في حاجه معينه حصلت بعد التدريب ولا اخدنا التدريب من اجل التدريب وانت زي ما انت ما تغيرش حاجه؟ معايا مجموعه من الاحصائيات الحقيقه اعملها فريق العمل وعايز يعني اطرحها على حضرتك وعلى المشاهدين لانها ارقام يعني ليها دلالات الحقيقه هنحاول نحللها. الصناعيه في مصر باعتبارهم من العماله غير الرسميه بيمثلوا حوالي 40% من اقتصاد القومي. اعتقد ان ده رقم كبير. حجم المشاركه الصناعيه في الاقتصاد يتراوح ما بين 60 الى 80 مليار. بلغ عدد العاملين وفقا لاخر التداولات والاحصائيات 8 مليون عامل.
عندهم كتير من المشكلات. اول مشكله بالنسبه لهم التامين الصحي، ما عندهمش اي رعايه خاصه بالتامين الصحي. لو اي حد فيهم تعرض لاي مشكله متعلقه بهذا الموضوع اعتقد انه بيبقى كارثه بالنسبه له. مفيش تعويض بالنسبه له فيما حدث، محدش بيقدر يساعده علاجيا ولا يشوف حالته ايه، وقد يكون عائل الاسره الوحيد، وبالتالي كانت النهايه بالنسبه له وبالنسبه لاسرته. في حاجه تانية متعلقه بانه اكتر من 1,800,000 موزعين بنسبه تعليم 50% على التعليم الصناعي، و11% على التعليم الزراعي، و39% على التعليم التجاري والفندقي. شفت الارقام والاحصائيات دي ازاي؟ طبعا هي فلكيه من وجهه نظري، ولكنها حقيقيه للاسف الشديد. انا احب ان انا اتكلم في اهم جزئيه فيها، واهدار حقوق الناس دي. لان طالما بتشترك بهذا الكم وهذا الرقم الكبير في الاقتصاد القومي، فمفروض ان احنا نبص لهم بعين الرعايه، لانهم كده اصبحوا قوه لا يستهان بيها. الاقتصاد غير رسمي يا دكتور، يعني ده مش مندرج تحت الاقتصاد الرسمي، فما بال حضرتك لو 40% دخلوا بالظبط يعني كده. ممكن يبقوا طاقه لا نهايه جبارة لا يستهان بيها. أكيد. فالنهارده ان احنا عشان نهدر حقوق الناس دي، وفي ابسط حق من حقوق البشر عموما وهي التامين الصحي. انا عايزه اقول لك على حاجه، في الدول خارج مصر عربيه واجنبيه التامين الصحي اجباري بالظبط على كل الناس، بيستقطعوا جزء من رواتب الناس شهريا، ومفيش حاجه اسمها مستشفى تختلف عن الاخرى، ولا شخص غني ولا شخص فقير. انت بتتعب بتدخل المستشفى وبتاخد رعايه كامله وبتاخد علاجك، لان عندك استقطاع من راتبك شهريا علشان يوفر لك هذا التامين الصحي. يعني مفيش حاجه اسمها تحت الطلب، ولا حاجه اسمها انت عندك رغبه ولا ما عندكش، مفيش الكلام دوت. تامين صحي يعني تامين صحي لكل الناس. لدرجه ان انا اقول لك معلومه قد لا يعلمها البعض، اللي مسافر من هنا رايح يقضي شهر في اي بلد سياحه، بياخدوا على الفلوس الفيزا بتاعته فلوس تامين صحي اجباري، وهو رايح شهر، عشان لو خلال هذا الشهر لاي مشكله هتتعالج على حساب الدوله اللي انت فيها علاج كامل مهما حدثت لك من اي ظروف. يبقى ده اهتمام ولا لا بصحه الانسان؟ التقدير للانسان. حاجه تانية، انا عندي مش التامين الصحي وبس، التامين الاجتماعي مش موجود لبعض المهن او لاغلب المهن والحرف. الناس اللي بتشتغل في مجال المقاولات، في قانون في مصر برجاء المسؤولين اللي سامعيننا يناقشوه. القانون ده في منتهى الاهميه، خاص بالتامينات الاجتماعيه. القانون ده اسمه تامينات المقاوله. يعني انا النهارده لو هبني عماره، هبني مصنع، هعمل اي مقاوله مهما كانت المقاوله دي ايه، بدفع للدوله نسبة معروفة قانونا اسمها تأمينات المقاولة، بدون اسم عمال. انا بدفع جزء مستقطع من ارباحي في المقاولة دي للتأمينات الاجتماعية، لكن مش مدرك فيها اسم عامل. طب العامل اللي بيشتغل في المقاولة ده مش متأمن عليه، انا كصاحب عمل امنت نفسي ودفعت النسبة بتاعت الحكومة. طب العامل ده حصل له اي ظروف، عجز او وفاة، لازم يثبت علاقة العمل، ودي في منتهى الصعوبة، عن طريق امر محكمة انه كان بيشتغل في الوقت ده في المقاولة دي مع العامل، مع صاحب العمل ده، عشان يقدر ياخد معاش. لو ما اثبتهاش ما ياخدش معاش. طب ليه تأمينات مقاولة؟ ليه ما يبقاش تأمينات باسماء العاملين، علشان زي التأمين النمطي العادي، عشان الشخص ده يقدر ياخد معاش في اي وقت او تأمين صحي في اي وقت. ده كثير من كبريات الشركات بتتهرب من ان هي تأمن على كل من يعملوا عندها، وللاسف اسماء يعني الواحد لو ذكرها الناس مش هتصدق. والمشكله مش في التهرب في التامين على الناس وبس، التهرب في اثبات تواريخ التعيين، التهرب في اثبات الرقم الفعلي للراتب. يعني انا بقبض واحد 1500 جنيه بكتبه في التامينات 200 300 جنيه. على فكره الحد الادنى نزل 400 جنيه دلوقتي الحمد لله، كمان يعني الحمد لله رفعوه شويه يعني للتامينات الاجتماعيه. فانا بتهرب من التواريخ وبتهرب من الارقام التامينيه. العاملين يجوا بعد كده يقبضوا معاش يقولوا معاشنا بسيط ليه، ويحاسبوا الدوله على هذا المعاش البسيط، على الرغم ان الدوله قد تكون مشتركه ايوه في عدم الاشراف على هذه المنشات، ولكن هي ليها نوع من انواع العذر، لان اصحاب المنشات هم اللي دفعوا تامينات زهيده للناس دي، فبالتالي جت تاخد معاش فوجئت بانها ملاليم. عندنا ارقام الحقيقه انا يعني مش عارف الفكره دي، انه في مبالغ ضخمه بتيجي مصر عباره عن منح من البنك الاسلامي للتنميه، ومنح من صندوق الاوبك لتنميه المشروعات الخاصه بالمدارس الثانويه الصناعيه، أيوة. والمفوضيه الاوروبيه 25 مليون دولار و10 مليون دولار و86 مليون دولار و140 مليون يورو من المانيا. فين الفلوس دي وليه ما بتتصرفش على العماله؟ اعتقد انها لو اتصرفت عليهم كانت طورت منهم بشكل كبير جدا وكنا استفدنا منهم. بص حضرتك، في حاجات كتير في مصر انا بسمع عنها زيها زي حضرتك وبقراها عناوين ومانشيتات،
لكن للاسف الشديد احنا كطبقه بنعتبر نفسينا من اللي عندنا ثقافه محدوده، او اللي عندنا علاقات اجتماعيه كتيره وعلاقات سياسيه وعلاقات اقتصاديه، ورغم كده ما بنعرفش نوصل فين ده. يعني انا نفسي بيبقى عندي ناس عايزه اساعدهم، عايزه اقول لهم توجهوا الى المكان الفلاني خدوا تدريب، توجهوا للمكان الفلاني خدوا قرض عشان تعملوا مشروع حرفي. انا نفسي مش عارفه فين المكان. الحاجات دي علشان نعرفها عناوين لازم ينزل فيها تفسير، ديتيلز كامله. مين القائم على العمل ده؟ ايه الشروط عشان تتقدم له؟ ايه الشروط عشان تحصل على المنحه دي؟ تقدمها فين ولمين؟ فلازم يبقى فيه مشروع كامل وليس فقط عناوين. ده شيء مهم جدا يعني. وبعدين عندنا مشكله متعلقه انه حتى الدوله لما بتفكر تصفر عدد من العماله بتبقى العماله المهره، فكل العمال المصريين المهره موجودين بره مصر، ويبقى لينا الاقل حظا او الاقل كفاءه او الاقل امكانيه، وبالتالي خلاص انت عرفت شكل الصناعه في مصر ممكن يبقى ايه، من انه الموجودين هنا شكلهم ايه واللي سافروا بره مين، بيسافر شكله مين. واحنا ما بنحافظش على اولادنا. يعني دي ثروه قوميه لابد من الحفاظ عليها. ولازم يكون في دايما تدريبات علشان رفع مستوى اللي موجود عشان يحل محل المستوى الاخر اللي سافر. لكن احنا ما عندناش الدوره دي. وتيجي تسالي الدكاتره والصيادله والمهندسين والمحاسبين وما الى ذلك تلاقي الاكثر امكانيات كلهم بره مصر. ما هو اللي ما عندوش امكانيات او امكانياته ما تسمحش او مش قوي محدش هياخده، وبالتالي دي كارثه انه كل العماله الغير مهره موجودين في مصر، وكل المهره قرروا ان هم ينتقلوا ويعملوا خارج مصر، وبياخدوا مبالغ لو رجعوا بعد سنوات علشان يجوا ياخدوا المبالغ اللي كانوا بياخدوها قبل ما يسافروا، ما اعتقدش ان الموضوع بالنسبه لهم قد يكون يعني مجزي. طبعا مش مجزي نهائيا، بل بالعكس بيرجعوا محطمين نفسيا بقى. ده لو رجعوا بسياسه الامر المباشر يعني. يعني لو انتهى العقد ومضطرين يرجعوا، فبيبقى حاسس بالاضطرار ومش قادر يتعايش مع كل ثقافات مجتمعه الماليه وغيرها. هو فعلا مش قادر يتعايش لانه تعايش هناك بصفه مختلفه تماما. الاهتمام بيه كمورد بشري، الاهتمام بتامينه الصحي، اهتمام بالفلوس، اهتمام بالدخل، اهتمام بالمعامله، فرجع هنا لقى حاجه مختلفه. للاسف الشديد السفر طول عمره موجود في مصر طبعا. ولكن كان زمان له ثقافه مختلفه. احنا زمان كنا بنسفر قاده وعلماء البلد علشان يعلموا البلاد الاخرى ونبقى اشعاع نور ليهم، مش علشان يهربوا من قانون ومن معاملات في بلادهم. احنا كنا بنشع نور على الاخرين ونرجع تاني بلدنا وكلنا رفعه وسمو بالكلام دوت. لكن للاسف احنا بنسافر دلوقتي هروب من حاجات كتير، عدم الاهتمام بذلك المورد البشري ده شيء سيء. مش عايزين نبقى قاسيين على الدوله، ان احنا عندنا ظروف في الحقيقه. يعني ليبيا رجع منها عمال كتير جدا. السياحه وعدد يعني كان في 4-5 مليون واحد بيشتغلوا في السياحه، بيشتغل منهم نص مليون، دلوقتي في 4 مليون منهم تركوا اعمالهم وابتدوا يدوروا على مهن اخرى. فكره ان انت تعيدي تاهيل الاشخاص، كنت بعمل في مهنه وما بقتش موجوده، اندثرت، خلصت، انا ظروفي ما بقتش تسمح. يعني كنت ممكن ابقى عامل وانا عندي 20 سنه، اما بقى عندي 50 سنه ما اعتقدش ان انا هقدر اقوم بنفس المجهود اللي كنت بعمله وانا عندي 20 سنه. ازاي نعيد تاهيل الناس وتغيير المهن؟ كنت خريج كليه تجاره، والحاجات اللي موجوده مش خاصه بكليه تجاره، سوق العمل اختلف، وضعه اختلف، ازاي نتعامل معاهم ونعيد تاهيلهم؟ وحضرتك طبعا خبيره في التنميه البشريه، نعمل ده ازاي؟ اولا اذا كنا مش هنقدر دلوقتي وحاليا وفورا، وده مش هيتحل بسرعه، ان انا يبقى عندي كليات وتعليم عالي خاصه او تعليم عموما بلاش عالي خاص بهذه المهن. في دايما انادي بعمليه التدريب التحويلي. يعني انا النهارده اتخرجت من كليه ولكن عايزه امتهن مهنه اخرى، او هو ده اللي موجود في السوق، لازم يبقى عندي مراكز تدريبيه تحويليه بتحول مساري. والتدريب التحويلي هنا مش بس بيشتغل على الشباب، ده زي ما حضرتك تفضلت وقلت ممكن يشتغل على الكبار طبعا. يعني انا كبير وما بقتش قادر اشتغل المهنه دي، ما بقتش قادر اشتغل الحرفه دي، او مش كده وبس، الشركه بتاعتي فلست وقفلت بالظبط، وانا ما ينفعش اشتغل محاسب في حته ثانيه دلوقتي أكيد. ما ينفعش اشتغل محامي في حته ثانيه دلوقتي، فانا عايز امتهن مهنه وانا مش عارف اعمل حاجه وما اتعلمتش طول حياتي غير المهنه اللي انا بشتغلها دي. طب اعمل ايه؟ يبقى لازم يكون في مراكز وحاجات خاصه بالدوله. للاسف دي ما ينفعش يكون عليها اعمال خاصه، لان هتبقى عايزه دخل وعايزه ارباح، والناس اللي هتبقى عايزه تاخد الحاجات دي للاسف مش هيبقى معاها ما يكفي للكلام ده. لازم الدوله تقوم بعض المشاريع للتدريب التحويلي، ان انا احول مسار الناس من حرفه الى اخرى او من مهنه الى اخرى. مدارس ولا تبقى يعني دورات؟ لا مش مدارس، مراكز تدريب. مراكز تدريب هقول لك زي ايه؟ مش انت سمعت عن مراكز تدريب اعداد القاده؟ ده من الناحيه النظريه. احنا عايزين زي ده بس تدريب تحويلي عملي. شغل عملي.
ومش كده بس، ده أنا ممكن استفيد بيهم، لان التدريب الاهم هو في مجال العمل اون جوب. يعني لازم انا النهارده عشان ادربه مش هدربه بس وقاعد على كرسي ولا على مكتب، ده انا هاخده في وسط التدريب وانزله الاماكن دي يشتغل بايده. هل من المفترض يا دكتور انه يبقى في بروتوكول معمول مع رجال الاعمال مع المصانع، انه يبقى في جزء منهم يعني خاص بتدريب العماله، مقابل انه يتم اعفائهم من جزء من الضرائب، من جمارك، من يعني من جزء يتم مشاركتهم منه واعفائهم، مقابل انهم هيدربوا عماله مش ليهم لكن للدوله بشكل عام؟ ممكن ده يحصل؟ والله يا ريت، انا بعمله بس على مستوى اضيق من كده بكتير، ولكن بمجهودات شخصيه. يعني مثلا بعض الفنادق والمطاعم اللي انا بشرف عليها بعمل بروتوكول داخلي ما بيني وما بين مدارس الفندقه، ان الطلبه في فتره الاجازه يجوا للمطاعم دي والفنادق دي يتدربوا ويتقاضوا مصروف شهري، وبعدين بعد ما يتخرجوا بقى من المدارس بيبقوا ابناء المكان، كمان يجوا يقدموا لو ليهم الاولويه ليهم شغل، انا دربتهم وعلمتهم وانا بالنسبه لهم مدرسه ملحقه بمدرستهم. جميل. فده شيء رائع. يا ريت تعمل ازاي بقى بشكل اكبر؟ تعمل ازاي في المصانع؟ تتعمل ازاي يعني؟ والله هو اصحاب المصانع والشركات هم المستفيدين لو عملوا ده. يعني خلي بالك هو المستفيد. اولا الولد ده مش جاي بثقافات مختلفه بقى، ولا جاي من شغل تاني ولا من وظيفه تانيه ولا من مصنع تاني، ده انا بربيه على ايدي بالعاميه كده. فهو جاي انا بغرس فيه ثقافتي ورؤيتي ورسالتي بتاعت الشركه اللي تخصني او مصنعي، بلس ان انا بديله راتب طبعا بسيط جدا عن الخريج او اللي عنده خبره، بيبقى اشبه بالمصروف اليومي. حاجه ثالثه ان لما بيتخرج بقى من المكان اللي هو فيه، اول حاجه بيفكر يقدم فيها هي الشركه اللي اتدرب فيها او المصنع اللي اتدرب فيه. فانا بدل ما اغلب في ان انا اعمل اعلانات علشان الاقي وظايف، الناس دي هتبقى بتاعتي، هتجيلي والدوره هتستمر. وقد يعني التدريب ده ممكن يثقل مهاراته وبعدين هيعمل في نفس المجال اللي اتمرن فيه، فاعتقد ان خبرته هتبقى اعلى. بالظبط. لكن برضو الفكره عندنا انه المصانع شايفه انه هنفق قد ايه، ودراسه الجدوى المتعلقه بده يعني هدفع كام وهكسب قد ايه وعلى المدى قد ايه، وانا مش عارف الموضوع بالنسبه لي هيبقى مجزي ولا لا. الدوله ليه ما بتحاولش يعني توضح الصوره؟ مفيش جهات رسميه ليه مسؤوله عن ده؟ لانه في بعض الاحيان راس المال جبان، صاحب راس المال ده بيفكر انه يكسب، ما بيفكرش في حاجه ثانيه. لكن ده محتاج يبقى فيه نوع من العمل المجتمعي، يعني هو من خلال دوره كانه يعني بيعمل في هذه البلد ليه دور مجتمعي تجاه العماله تجاه الحرف، وقد يستفيد في النهايه يعني. ما هو لازم اوصل له انك هتستفيد. انا قلت الجزئيه بتاعت الاستفاده العمليه فعلا، ان هو لو درب الناس ديت هيبقوا هم ابناء المكان وهيلاقيهم فيما بعد، والمرتبات بتاعتهم بسيطه جدا. لازم الدوله تحدد له جزء من مثلا التغاضي عن جزء من الضرايب خاص انك بتدرب العماله ديت، انها توفر لهم حاجات وهو داخل مصنعه او شركته. يعني انا بوفر لهذا العامل التأمينات الاجتماعية، بوفر له تأمين صحي، انا اللي مسؤولة كدولة عن الكلام دوت مقابل ان انت بتدربه. ده شيء مهم جدا. احنا عندنا للأسف الشديد في كل وزارة وكل مصلحة كل العناوين اللي حضرتك بتقولها دي. يعني عندنا المكان او القسم الخاص بالاشراف على كذا، والقسم الخاص بالاشراف على القسم المجتمعي الخاص، لكن هو غير مفعل. يعني احنا عندنا كل العناوين دي على فكرة. يعني انا عايزه اقول لك احنا لسه كنا بنقول شويه على مؤسسات اعداد القاده. اعداد القاده دي موجوده في كل محافظه في مصر. انا احب حضرتك تنتقل مره وتتفرج على مبنى اعداد القاده. في شقين، يا اما هتلاقيه فاضي يا اما هتلاقيه في من تخطوا ال60 عاما. فانا بعد القاده اللي عدوا 60 سنه لايه؟ انا عايز اعد الشباب عشان يبقوا قاده، لكن مش اللي هم اساسا قاده. يعني في مثلا في دوله زي الامارات اعداد القاده، مدرسه اعداد القاده، تتخيل الاعمار اللي فيها قد ايه؟ 7 سنوات. دي اعداد القاده. هم دول القاده بتوع بكره. فلازم حاجات معينه في الدوله كتير مقامه وبتصرف عليها كتير وفيها جيش بيشتغل ولكنها غير مفعله. يعني قبل ما لقائنا ينتهي خليني اقف عند فكره انه الشهاده اللي بتتعلق على الحيطه واللي بنتجوز بيها، يجب كمان أن نفكر في أنه هذا الشخص محترم وجدير بأنه يحصل على بنتنا، وأنه قادر على أنه يصونها ويحميها، مش هو مهنته إيه وبيشتغل إيه. ويعني أعتقد الأفكار دي يجب أن تتغير. إحنا في سنة 2016 يعني. في نقطة صغيرة، وأعتقد إن حضرتك قبل ما نبدأ الفقرة بتاعتنا قلت أنت هتناقش الفقرة القادمة أو الزميلة هتناقش الفقرة القادمة الدراما المصرية. هي للأسف الجزئية دي إن إحنا ابتدينا نوجه المجتمع كله ان صاحب الحرفة او المهنة سلوكه سيء.
فترسخ في الذهن ان انا هو معهوش شهاده بيمتهن حرفه معينه، طب انا هنظر سلوكه ايه ومؤدب ومحترم ومتدين. طب ما هو انا عندي فكره مجتمعيه شامله ان اللي بيمتهن المهن والحرف دي سلوكه دائما سيء. فبالتالي كده في ربط ما بين السلوك السيء والحرفه. خلينا نشوف مع صفاء الدراما تناولت الموضوع ده ازاي. انا بشكرك كل الشكر دكتور حنان رشدي الجندي استشاري تنميه الموارد البشريه. نراك على خير وقريبا. اهلا. مشاهدينا الكرام، هنناقش الموضوع من وجهه نظر اخرى، من وجهه نظر الدراما والسينما المصريه، ازاي ناقشت موضوع اصحاب المهن والحرف مع الزميله العزيزه صفاء، لكن بعد هذا الفصل.